رد قوي من الملك ملك المغرب نصره الله على كتبون وعلى النظام الجزائري. من طنجة للداخلة كانت هذه كلمة السر. في المحور الثاني غادي نهضروا على فرنسا، ماماهم فرنسا اللي بجلوها ومجدوها وقبلوا من عندها هذيك الخوذه ديال الحارس الجمهوريه اللي هو السي شنقيحه، وايضا داو الغاز اللي بغاو وداو البترول اللي بغاو، ولم يعتذروا على انهم قالوا بان قبل فرنسا لم تكن هناك امه جزائريه، واليوم فرنسا ترفض إرجاع أجداد الجزائر ليدفنوا في الجزائر. هوريني يا مولنيف، استرجعوا سبتهم ليليا واسترجع جدك عن جدك. نمشيو للمحور الثاني أو عفوا للمحور الأول. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرد ملك المغرب. بزاف كانوا كيتسناو كيقولوا علاش المغرب ما كيردش، علاش الدبلوماسيه المغربيه ما كتردش على الاساءه والتطاول ديال الجزائريين، الاعلام الجزائري والنظام الجزائري كلهم. فملي كنهضروا على النظام الجزائري، فاش القريحه ملي كيخرج يتطاول على المغرب، كتبون ملي كيخرج يتطاول على المغرب، والكل يتحدث على انهم هما محور الكون، هما القوه الضاربه، هما اقوى منظومه صحيه في شمال افريقيا، وربما ما بقيتش عاقل واش قال في العالم ولا في الكوكب. كيفاش رد المغرب؟ ملك المغرب يرد، اكيد غيرد، ولكن رد ديال ولاد الملوك. شوفوا الرد المغربي. الملك محمد السادس المغرب يضع كفاءاته البشريه وخبراته في مختلف المجالات رهن اشاره البلدان الشقيقه والصديقه، ولا تقدم بعيدا عن الافارقه والعرب. سمعتوا كلام ولاد الملوك ان المغرب القوة ديالو في الاتحاد، أن المغرب يسخر إمكانياته المادية والبشرية في خدمة الأصدقاء، وأنه لا تقدم بعيدا عن العرب والأفارقة. عرفتي غير هذه شحال خاصهم باش يفهموها؟ داك بونيف خصو يقرا 70 عام باش يفهم هاد الكلمه هادي. الا نتوما كتهضروا على الحرب وكتهضروا على الانا في المغرب وتربيه الملوك، كتهضر على النحن، كتهضر على ثقافه التشارك، السلام، التقدم، الاقتصاد، التنميه. والرد كيكون بالفعل، الكلام الطيب. شفنا الكلام طيب وبالفعل داكشي اللي قال الملك كاين، لان كتشوف بعثات افريقيه كتجي كتقرا في المغرب، كتشوف بعثات دينيه مغربيه كتمشي تدرس في افريقيا، كتشوف كفاءات في مجموعه من المجالات. نعطيكم فقط اسم ديال شركه سوماجيك اللي اليوم في اثيوبيا راها كتصاوب الميناء تمايا، مجموعه من الشركات اللي كتبني كدير المعمار في افريقيا، بزاف باش ما نطولوش. لكن حنا هضرنا على اقوى منظومه صحيه، وان العمل هو اللي كيكون فرض الملك من رد المغاربه اللي هو الدراع ماشي النيف، اللي بدراعو كيكون راجل شجاع قوي، واللي بنيفو. نمشيو للخبر الاول والمنظومه الصحيه والرد المغربي. المستشفى الجامعي الجديد بطنجة يحصل على جائزة قبل أن يبدأ. تصور معايا أقوى منظومة صحية. عمرنا سمعنا على شي حاجة ديال الصحة عندكم؟ سمعنا الكوارث، لا لقاحات، لا أدوية، الاكتظاظ، جوج عيالات كيولدوا في سرير واحد وحدة كتسناهم في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما المغرب، تصور البارح دشن الملك واحد المستشفى جامعي في طنجة، احنا غنشوف فخذ جائزة قبل ما يبدأ، جائزة عالمية. توج المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بجائزة أرش ديلي أوورد في فئة الرعاية الصحية، وهي جائزة تمنح لأفضل الإنجازات المعمارية سنويا.
تصور معايا مستشفى باقي كاع ما بدات دا جائزه، باش تعرف فرق ما بين الانا والنحن. نشوفوا صورتين لهذا المستشفى، تبارك الله ما شاء الله. كيف ما كنشوفوا في هذه الصوره ما شاء الله، مدينه تتلف صراحه. خصك تبقى تشد طاكسي باش تمشي من بلاصه لبلاصه، جميع التخصصات. هذا كتبان غير من الصوره، اما الواقع اكثر. نمشيو لهذه الصوره، هي مقربه ومن جانب فقط، جانب واحد غادي نشوفوا قداش والهندسه ديالو والضخامه تبارك الله. غير هذا كنظن راه اكثر ب3 إلى 4 مرات من المنظومه الصحيه ديال الجزائر. سمحوا لي خوتي، هذا ماشي مجال المقارنه، ماشي كنقارن، ولكن كنقول غير الرد المغربي كيفاش داير. وقلنا كلمه السر من طنجه للداخله، هي من طنجه للقويره بطبيعه الحال، لكن حنا غير في هذا الرد اليوم هو من طنجه للداخله. شنو كاين من طنجه للداخله؟ شفنا المستشفى الجامعي في طنجه في الشمال، ونشوفوا الاقاليم الجنوبيه اللي باغيين سكان المخيمات، سكان الرمله، قالك باغيين يحرروهم. الداخله مشروع مستشفى جامعي سيرى النور قريبا بطبيعه الحال. المنظومه الصحيه المغربيه ان شاء الله تتقدم الى واحد المستويات جد رائعه، لا يمكن للجزائر ان تصل اليها الا بعد 47 سنه اخرى، الى بدات من اليوم تديها في راسها في التنميه ديالها. والله راه مستشفى جامعي في طنجه، مستشفى جامعي في داخله، مستشفى اخر في العيون، وهذاك راه بدا العمل فيه منذ سنوات. فما شاء الله. نمشيو للمحور الاخير، ومحور ديال ماما فرنسا اللي باقا مرضاتش على مساخيط ديالها. تصور واحد المسخوط اللي كيقيل خدام وكيعطي لسيدو الفرنسي، وفي الاخير كيقول له عطيني غير جدي ندفنو. اوهوي، شوفوا الخبر. فرنسا توجه ضربة جديدة لكتبون وترفض إعادة جماجم الجزائريين. كشف النائب الفرنسي كارلوس مارتينيز بيلونغو صاحب مقترح مشروع قانون إعادة جماجم المقاومين إلى الجزائر أن السلطات الفرنسية ماذا رفضت يتسانو عرض المشروع على النواب، رغم أنه حظي بموافقة قرابة 80 منهم لحد الآن، وذلك لحساسية الملف تجنبا لإعادة توتر في علاقاتها مع الجزائر بعد عودة الدفء إليها. شتي أمول حرر سبتة وحرر مليليا، أمول حرر جزيرة ليلى. أنا اليوم ما غنهضرش معكم على جزيرة كابريرا ولا إيبيزا، ولا غنبقى نفكركم بها دائما كيف ما كيفكركم فيها متابعين ديال هذه القناة. جزيرة كابريرا وإيبيزا اللي تنازلتوا فيها إسبانيا في موقف مذل. وما غنقول لكمش حرروا النشيد الوطني ديالكم، الرمز من رموز السيادة ديال الجزائر، وما غنقول لكمش حافظوا على السيادة ديالكم، ما تصيفطوش الطائرات ديالكم للمغرب. مادام من السيادة ديالكم أن الطائرات المغربية ما تدخلش عندكم، فحتى الطائرات ديالكم ما خصهمش يمشيو للمغرب. وغنقول لكم حرروا غير أجدادكم احتراما لهم. حشومة كيبقى فينا الحال أن مقاومين بعض منهم أكيد اليوم راهم كيتفرجوا فيهم ب50 أورو. إلا فيك النيف مشي جيب جدك، وجدك جيب جدك، هادشي إلا فيك النيف. أما إلا عندك الدراع بحال المغاربة طال الزمان لا قصار كنحروا بلاد. بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. ما تنسوش دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة، صفحة الفيسبوك مغربي وأفتخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.